لوحة جديدة تعكس عمق الأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي رغم التوتر بين الحكومتين. صورة العام المغاربية التقطت في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة شرق الجزائر. ويظهر بوضوح وقوف اللاعبين من المنتخب المغربي مع اللاعبين من المنتخب الجزائري متأبطين بعضهم البعض ومتجاوزين الخلافات بين ساسة بلديهما، وتنافسا بروح رياضية عالية. في الدوري الجزائري مشجع رياضي صغير لم تشغله لعبة الكبار ومعشوقة الصغار عن صلاته التي أقامها في ركن جانبي من المدرجات. صلاتي ما أخليها هي حياتي دنيتي فيها. وهذا مسن سوداني يعيش خارج الغبار فيلمع في الشاشات حول العالم الإسلامي. الناس منشغلة بنهب مخازن سوق ليبيا التجاري في أم درمان بالسودان، وهو يتوضأ استعدادا لصلاة يتصل فيها بخالقه الذي يغنيه عن كل شيء، فما عند الله خير وأبقى. في بناية مأهولة بالجزائر شقة مهجورة، لكن صراخ امرأة مخيفا يتصاعد منها باستمرار فيثير الرعب ويهجر السكان إلى منازل أقاربهم وذويهم. الشقة فتحت وبشكل رسمي وبمواكبة ممن وصفوا بالرقاة الشرعيين. هدأ الصراخ بحضورهم، ولما غادروا عاد من جديد. التفسيرات تعددت وبرز فيها اتهام بسعي أحدهم لتهجير المستأجرين. ما يفيدنا من هذه القصة أن جنية متخيلة هجرت بصراخها سكان بداية تعاطف معهم كل الناس. في أمكنة أخرى اجتمعت شياطين الأرض على شعوب مستضعفة فهجرها صراخ مقاتلات لا ترحم، من السخوي إلى الرفال إلى بنات أعمامهن الأف 16 و22 و35. ارتكبت مجازر إبادة فلجأ الناجون إلى القريب والبعيد، لكنهم تحولوا لاحقا إلى بند للمزايدات الانتخابية بطردهم الذي ربما يشكل حملة إبادة جديدة. وين أمة الإسلام اللي عددها مليار وما شافوا اليتامى والنساء الأطهار والنازحين اللي عافوا دار بثر دار؟ لرحمتك يا خالقي افتح لنا باب، افتح لنا باب يا رب الأرباب. لاجع على الباب كل الخلق يا خالقي باعونا بتراب.